عاجل وبالفيديو. الجماهير الإفريقية تقتحم الملعب وتتهجم على لاعبي المنتخب المغربي أثناء حصتهم التدريبية، وشاهد تصريح حكيم زياش يزلزل كل المغاربة. تفاجأت وزلزلت كل الجماهير المغربية قبل قليل بخبر اقتحام الجماهير الإفريقية والإيفوارية للملعب الذي يتدرب فيه لاعبي المنتخب المغربي والاعتداء على اللاعبين، حيث أن بعثة المنتخب المغربي كانت قد طارت إلى دولة الكوت ديفوار يوم الأحد الماضي استعدادا للمشاركة في النسخة 34 من منافسات كأس الأمم الإفريقية الذي ستجري في الفترة الممتدة ما بين 13 من يناير الجاري وال11 من فبراير المقبل، حيث سيبدأ المنتخب المغربي مباراته الأولى ضد نظيره المنتخب التنزاني يوم 17 من يناير الحالي عند الساعة 6 مساء بتوقيت غرينتش. وتفاجأت وزلزلت كل الجماهير المغربية قبل قليل بالأخبار المتداولة حول إقدام مجموعة من الجماهير الإفريقية على اقتحام الملعب الذي يجري فيه لاعبي المنتخب تدريباتهم والهجوم على لاعبي المنتخب والمدرب ومساعديه، حيث وحسب ما نشرت بعض الصحف الإفريقية فإن مجموعة من الجماهير اقتحمت الملعب وبدأت ترمي الحجارة على اللاعبين، ولحسن الحظ لم يصب أي فرد من بعثة المنتخب المغربي بأي إصابة لتحضر الشرطة الإيفوارية على الفور وتعتقل هؤلاء المشاغبين. وقال حكيم زياش لاعب المنتخب المغربي: إننا بخير والحجارة لم تصبنا، ونحن نواصل تدريباتنا استعدادا للمباريات الصعبة التي تنتظرنا، وهذا ما أفرح وأسعد كل الجماهير المغربية.